جربت قبل كده تعيش 30 يوم من غير نت؟ شكلنا كده هنتمشى لحد حدود ليبيا. يا رب رزقنا بجي بي اس ونتعرض للعنف التصوفي. ستوب يا ابني. بكل بساطة أنا أمنية. دي حركة بسيطة تفكرك إن لو مفيش نت مش هتقدر تتفرج على الفيديو ده. المهم، وأنا بقالي شهر عايشة من غير نت، وحياتي واقفة من ساعة ما نقلت، واكتشفت بني آدمة تانية خالص بتطلع مني. قلت أعيشكم معايا الحوار ده وأوريكم حياتي كانت عاملة إزاي الفترة دي. أنا إنسانة حياتي كلها معتمدة على النت، أكل عيشي. لما ببقى عايزة أتعلم حاجة جديدة بفتح يوتيوب، حتى لو عندي مشكلة بروح أسأل جوجل قبل أمي. مرة واحدة كل ده ما بقاش موجود. وده مش فيديو شاهد فضيحة شركة كذا في عدم توصيل النت، لا، انا جاي اقول لكم اني اكتشفت بني ادمه تانية خالص بتطلع مني الفتره دي، وبقيت انزل الحياه الواقعيه. بقيت بدل ما افتح بنترست اتفرج على الفن، بقيت اروح جاليري اتفرج على الفن فعلا هناك. والله انا ما فاهمه، بس شكل الحوار فيه فن. مش فاهمه يعني في حته حصل سجادة المطبخ مطعم الشعب. بدل ما اتفرج على التليفون في صور ولوحات على انها في الحقيقه اجمل بكتير. لو بتفكر تقولي بفلوس كل ده اشحن باقه، فالجاليري ببلاش. ونزلت الشارع وقابلت ام كلثوم بذات نفسها. انا عايزه النت يجي عشان ما اسمعش ام كلثوم. ثواني، وهنا مش القصد ان ام كلثوم اغانيها وحشه، لا، هي اغانيها بس بتطول شويه. بقيت انزل اشتري طلبات واشوف انهي ارخص وانهي احلى. امي كانت عايزه سلك مواعين. انا بتعرض للعنف التسوقي. حتى بقيت اشوفكم في الشارع. البنات الحلوه دي، وبقيت اروح مكتبه بدل ما كنت بقرا الحموكشه بوست على الفيسبوك. هو الكتب بتمن اشتراك النت، بس هنشتري المعرفه. هنعمل ايه؟ هقرا في الواقع، هحس بالورق، بالهوا، وبالحياه، وريحه الورق الجديده. مش هقرا كتب بي دي اف بعد كده. هو انا اصلا عمري ما قريت بي دي اف، واللي كنت خايفه منه حصل. لما بقيت انزل بتوه. شكلنا كده هنتمشى لحد حدود ليبيا. يا رب رزقنا بجي بي اس، رزقنا بنت يا رب. الله، بحبه قوي. ايه ده؟ وحتى لما كنت بلاقي سكوتر يوصلني، ايه ده؟ هنا بتيجي فايده النت. مش هقدر استخدمه. هنزل اقابل صحابي اللي كنت بكلمهم عبر القارات، او مش عبر القارات ولا حاجه يعني، بس انا بكسل يعني. بس بصراحه كنت كل مره بتمنى ان الخروجه تتكنسل عشان مش عايزه انزل من البيت. ما تنسوش برضو ان ممكن ما تاكلوش. ليه بقى؟ عشان مفيش نت. حتى الكتاب اللي كنت بخلصه في اسبوع بقيت اخلص الكتاب في يومين. شخصيتي نزل لها ابديت بدل البرامج اللي كان بينزل لها ابديت. انا اتعمل لي ابديت بجد. رجعت اكتب زي زمان، اكتب في الواقع، مش بوست على فيسبوك ولا تويتايه. اكتب عني وعن الزمن واليوم اللي النت فصل فيه. عامه من اول ما النت فصل بقيت عايشه حياه واقعيه في العموم. بقيت انزل من البيت في العموم، اشوف الحياه بتقول ايه، وقد ايه الحياه ماشيه واحده واحده، محدش بيجري ورايا. فكره انك قاعد مش شايف حياه حد، مركز بس في طريقك وفي حياتك. ازاي يعني بجد؟ الحياه فعلا اهدى ومش مصارعه هنا. ازاي وانا ماشيه في الشارع مش بقارن نفسي بحد، على اني بشوف ناس كتير قوي. بركز في سكتي وطريقي من غير مشتتات. مشتت بيقول لي في حاجه هتفوتني. حياه هاديه حقيقيه مليانه حاجات من غير فلتر. الشارع مليان وشوش كتير قوي وقصص. كل ده انا ما كنتش بشوفه. بس تعرفوا الحوار ده بيخلص بايه؟ كارت شحن. بس بقيت اشوف اللي حواليا اقل، ما ازورش اللي حواليا واكتفي برساله واحده اني باخد كل حاجه اونلاين. حرفيا بصراحه الوقت اللي فكرت ان حياتي هتقف فيه هو الوقت اللي كنت حاسه ان انا عايشه فيه وبحس بكل حاجه. فرسالتي من الفيديو ده اني مش بقول ان النت وحش، بالعكس، ده بيوصلنا للعالم، بس في نفس الوقت بيفصلنا عن العالم. ما تنسوش ان في حياه واقعيه. انا كنت بنسى نفسي، حياتي كملت، ما حصليش حاجه، ما فاتنيش حاجه، يعني ان كل حاجه عملتها في الفتره دي كان ليها اثر ايجابي. فبكل بساطه جرب تكون متصل الان بس في الحياه. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.